السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهاردة جاية لكم بأكلة جميلة قوي. الأكلة دي عملتها بسرعة جدا. صاحبتي جات لي، قلت اعمل ايه؟ طب يلا نعمل أكلة كده حلوة يا رب تعجبها. عملنا طبق فتة حلو قوي وشوربة اللسان عصفور ولحمة محمرة مع اللحمة ام بصل. حاجة كده جميلة وسهلة وفي نفس الوقت سريعة، وشرفتني الصراحة، عجبتني قوي. فكمان عملنا رز بشعرية بدل الرز الابيض. وتعالى اوريكم الطريقة سهلة ازاي وجميلة، وشرفتني قدام صاحبتي، ويا رب يكون عجبتها، بس اكيد عجبتها. النهاردة هنعمل مع بعض ونشوف الطريقة ازاي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو منكم، يا رب الفيديو يعجبكم يا رب. هنبدأ مع بعض. هنسلق اللحمة الاول، ودي اللحمة بتاعتنا النهاردة. هنمسك كده مكعب سمنة، هنسيحه، نعمل الصدمة بتاعتنا بتاعت اللحمة. قاعدة كده ايه في روقان خالص. هننزل باللحمة بتاعتنا نديها الصدمة كده، اديناها الصدمة، هنديها يلا نقلبها الوش التاني. زي ما انتوا كده شايفين. وهننزل عليها بالبهارات بتاعتنا، ورق لوري وحبهان وتوابل اللحمة، حاجات كده بتخلي ريحتها جميلة جدا. زي ما انتوا كده شايفين لونها حلو قوي وتفتح النفس كمان. هننزل بقى بالمية بتاعتنا عليها ونسلقها، بس هنديها نص سلقة عشان هعملها ببصل. يعني كمان هتستفاد بالشوربة بتاعتها، ونعمل الطاجن لحمة كده او لحمة ببصل سريع كده. سلقناها وخدنا منها كمان الشوربة بتاعتها. هننزل عليها ببصلتين كده شرايح، دبلت معانا. هننزل عليها بالفلفل، هنشوحها كويس كده مع بعضيها، وننزل عليها كمان بجزرايه. حاجة كده ألوان جميلة، وحاجة كده تفتح النفس وسريعة في نفس الوقت. قلت لازم اتشرف كده قدام صاحبتي واعمل اكل حلو يعجبها، والحمد لله عجبها جدا، مع انها ضربتني عشان كانت عاملة دايت، خربت الدنيا. وهننزل كمان بطماطميتين. وكده خلصنا اللحمة بتاعتها، هنسيبها تستوي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الصلصة بتاعتنا بتاعت الفتة. معلقة توم والزيت بتاعنا، ونشوحها مع شوية كزبرة ناشفة مع حبة توابل حلوة كده، تدي ريحة جميلة جدا مع تشويحة التوم. هنشوح التوم بتاعتنا، وبعد كده ننزل عليها بعصير الطماطم بتاعنا. فين العصير؟ راح فين؟ جاي اهو في الطريق. نزلنا شوية بالخل على الثوم، وبعد كده هننزل بعصير الطماطم، وبعد كده التوابل بتاعتنا، ريحة سكر وحبة كمون بفلفل اسمر وتوابل معانا ما اقولكوش. وكده الصلصة بتاعت الفتة بتاعتنا خلصت. نسيبها تكمل سواها على النار. وهنيجي بقى نحمر العيش برضو مكعب سمنة مع العيش المحمر، عشان مطولش عليكم. كده حمرنا العيش بتاعنا، وكده رصينا الأكلة بتاعتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو منكم قوي، ويا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.